السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للأهلي ومبروك لجمهوره ومبروك لشعب مصر كله. مع عبقرية مجدي قفشة وعظمة أليو ديانج، القمة للقمة والصدارة بجدارة. الصدارة في أحضان الأهلي بعد ما هزمنا إنبي 2-0 مع الرأفة في مباراة يجب أن تنتهي 10-0 للأهلي على الأقل. لو استغلنا الفرص اللي جات لنا حد أدنى من الأهداف 10 فرص مؤكدة. الحمد لله، الحمد لله في غياب 8 نجوم. مين فريق في الدنيا يستحمل 8 لاعبين دوليين غايبين عن الفريق؟ مين يقدر؟ هو بس الأهلي، لأن الأهلي كان ودلوقتي وحيكون والمليون سنة قدام بإذن الله الأهلي بمن حضر. 2-0 مع هدف عبقري لمجدي قفشة، عبقري في التحرك وعبقري في الاستلام وعبقري في القرار وعبقري في المراوغة وعبقري في التسجيل. أما الهدف الثاني لأليو ديانج فده تقدر تقول عليه عظمة على عظمة. لما ليونيل ميسي الأرجنتيني هيتفرج على هدف أليو ديانج، ولا لما كريستيانو رونالدو هو قاعد في الفيلا بتاعته في الرياض في السعودية يتفرج على أليو ديانج يقول مين ده؟ أنا بعمل كده. أليو ديانج جاب جول عالمي عظيم، حاجة تفرح تفرح تفرح. بس الفوز الحقيقة بطعم الدوري إن شاء الله. فوز رغم أنف حكم الفيديو الغضبان الحزنان اللي اسمه وائل فرحان، اللي كان عايز يبوظ الماتش بدري قوي قوي قوي. ما عداش 7 دقايق اللاعب بتاع انبي بيلعب الكرة براسه، مرت من راسه وخدت صدر ياسر ابراهيم وراحت لدراعه. نفس اللعبة اللي قلت لكم عليها في مباراة الاهلي وبيراميدز وما حسبهاش الحكم البولندي مارسينياك، احسن حكم في العالم، ما حسبهاش للاهلي. ما حسبهاش لمين؟ للاهلي. وقلت لكم الحكم صح، هي لكن وائل فرحان عايز يحسبها. اللعبة اللي الحكم الفيديو البولندي ما طلبش فيها مارسينياك اساسا، انما وائل فرحان لا. الحقارة بتشر، القذارة نازلة منه. وقف اللعب 3 دقايق، وكل ما يوقف اللعب يقول لك بستهلك وقت من الاهلي ما النتيجه 0-0. وقف اللعب 3 دقايق وفي اخرهم قال لمحمود البنا تعالى عشان تحسب. خد بالك عشان تبقى فاهم يعني ايه حكم الفيديو في ضربات الجزاء. لما بيبقى في شك في ضربه جزاء حكم الفيديو بيراجعها. اذا حكم الفيديو خد قراره، الحكم الفيديو خد قراره انها ركله جزاء، بيجيب الحكم. إذا حكم الفيديو خد قراره إنها مش ركلة جزاء ما بيجيبش الحكم. فلما الحكم يروح يبقى معناها حكم الفيديو قرر إنها ركلة جزاء. فمحمود البنا رايح ووائل فرحان حكم الفيديو السيء الفاسد واخد قراره إن بينالتي ضد النادي الأهلي. راح اتفرج لقى التاني مثبت له الصورة، جايب الكرة على دراع ياسر ومثبت الصورة. قال له لا مشي الصورة، الكلام ده خلاص، الكلام ده كنا بنتخدع فيه زمان، احنا فهمناكم. مشي الصورة. مشت 1 و2 و3، في رابع مرة راح تقريبا سبله ورجع وهو مش طايق نفسه. قال مفيش حاجة، العب الكورنر. ياه، نفسه بقى وائل فرحان. الشوط الثاني شادي حسين عطاها لحسين الشحات جوه ال 18، بيوقف المدافع شال رجليه الاتنين مع بعض. المفروض البنا يصفر على طول، المفروض البنا شايف، لكن البنا قال لك 2-0 عديها. لو الفيديو طلبني خلاص، انما مين يطلبه؟ وائل فرحان يطلبه عشان بينالتي للنادي الاهلي؟ ده يتقطع له دراع ويتقلع له عين ويفقد عيل من عياله ولا يجيب الحكم يحسب بينالتي للاهلي. وادي حكام مصر. حاجات زي دي على فكرة تفصل في دوري، يتحسب عليك بينالتي ظلم. عارفين لو الحكم النهاردة محمد معروف ولا ابراهيم نور الدين ولا احمد الغندور ولا محمد الصباحي ولا دول، كانوا كل دول حسبوا بنالتيات في ثانية.
كانوا راحوا قالوا لفرحان متشكرين ورجعوا حسبوا البنالتي. انما لو في اجنبي كان بنالتي الشحات اتحسبت 1,000,000%. هكلمكم تاني على التحكيم بس على المساعد اللي اسمه عمر فتحي، لان ده حاجة برضو ما تقلش عن وائل فرحان في الفساد. خلينا نروح للماتش. الروح العالية، الروح القتالية، الجمهور العظيم اللي لازم نعرف ايه المشكلة اللي حصلت له في بداية الشوط الثاني. لازم نعرف كويس قوي ايه المشكلة اللي حصلت، لان المشكلة اللي حصلت مع جمهور الاهلي والظاهر حد فيه من الجماهير اتعرض للأذية، واعتقد ان الماتش اتعطل 10 دقايق علشان كان فيه ثورة للجماهير. اتمنى تكون عدت على خير، انما الجمهور العظيم ده يستاهل كل الخير. ولما مجدي قفشه جاب الجول راح قالع الفانيلا بتاعه الاهلي ولابس تحتيها فانيلا حمراء، وراح رايح للجمهور ومسك الفانيلا كده وحطها على راسه، قال لك فانيلة الاهلي على دماغي، فانيلة الاهلي على دماغي، فانيلة الاهلي على دماغي 3 مرات. متشكرين يا قفشه، ربنا كرمك علشان انت نيتك طيبة. ارجو انك على طول تمشي بالنية دي، ارجو ان على طول تبقى بالجدية دي. بالمناسبة الجول التاني اليو ديانج بعد ما جابه راح رايح للسولية وقال له ممكن الاستاذ بتاعك، ممكن واقي الساق بتاعك اللي انت حاطط عليه صورة بنتك ليلى، وخد واقي الساق من اللي هو بيسموه شنكار وخدوا منه من عمرو السولية وراح عامله كده لنا. الله على الروح الحلوة بين لاعبي النادي. الأهم من ده كله، احنا نزلنا ماتش النهاردة واحنا مين مش معانا؟ مش معانا محمد عبد المنعم، مش معانا أكرم توفيق، مش معانا كريم فؤاد، مش معانا حمدي فتحي، مش معانا بيرسي تاو، مش معانا طاهر محمد طاهر، مش معانا عمار حمدي. فريق ناقص عدد ضخم من اللاعبين، غير ان احنا استغنينا خلاص عن حسام حسن. لكن الباقيين فيهم البركة والاهلي بمن حضر. ابدأ بالجونين واكرر لكم اللي قلته كتير علشان تعرفوا الاهلي ايه نسيج النادي الاهلي، ايه الكيمياء اللي في فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه كيمياء روعة روعة روعة. النادي الاهلي لما بينفذ اي ضغط عالي متقدم ويقطع الكورة بيبقى اخطر فريق في العالم. الاهلي لما يقطع الكورة من المنافس بتاعه في اخر 30 متر عند المنافس بيبقى الاهلي اخطر فريق في العالم لسببين. السبب الاول ان ما شاء الله المهارات اللي عند لاعبتنا في الهجوم عالية قوي. السبب التاني ان الفريق المدافع بيبقى مش في حالة تمركز، مش في حالة رقابة، ما بيبقاش في حالة بيبقى فيه مساحات لأنه الكرة كانت معاه فهيبتدي يهاجم. الجول الأولاني الكرة اتقطعت في التلت الأخراني بتاع ملعب إنبي، راحت لعمرو السولية. أول ما الكرة توصل لعمرو السولية ومعاه مساحة وزمن، يعني مش تحت ضغط لصيق، تلاقي كاشف الملعب وعينه جايبة الناس قاعدة فين. يقدر يقول لك سعد ده قاعد في الكرسي رقم 34 في الصف نمرة 20 في المدرج تالتة شمال، قاري الملعب، أستاذ كرة قدم. عملها ببطن رجله اليمين لقفشة، درس في التمرير في كرة القدم، درس. راحت لقفشة. قفشة عمل كل حاجة صح. قفشة أولا اتمركز صح بين اللاعبين وبعيد عنهم. تاني حاجة توقع التمريرة صح. تالت حاجة اندفع صح. لما اندفع بقى مواجه للمرمى، ما عملش الغلطة اللي عملها زمايله شاط على طول. لا، انا مواجه للمرمى، انا مش منطلق باقصى سرعة، يعني عندي اعلى قدر من التوازن. راح مرقص باليمين ومطلع حارس المرمى في الواسع وبشماله في الجول الفاضي قبل ما اي مدافع يرجع. جول جميل، جول عبقرية عبقرية، هدوء وثقة. ما شاء الله يا قفشة، ما شاء الله يا قفشة، حاجة تفرح تفرح تفرح. يا عيني وائل فرحان كان بيدور على تسلل لقفشة، لقى متغطي ب4 أمتار، 4 أمتار. نزل الستارة على عينيه
وقعد في السواد اللي هو عايش فيه. وائل سودان. الجول ده كان في الدقيقة 59، يعني قبل ما تيجي ساعة. الجول التاني لديانج، والحقيقة ان الشوط التاني لديانج، مش الجول التاني، لا، الشوط التاني كله لديانج. ديانج في الشوط التاني حاجة تانية، في حتة تانية، مع انه في الشوط الاول ما كانش 6-7 من 10. تصور ديانج نفسه الشوط الاول ما كانش 6-7 من 10، انما الشوط التاني 10 من 10، حاجة كده مزيج من بوجبا، من كانتي، من النجوم وسط الملعب اللي هم على اعلى مستوى في كرة القدم. الجول التاني ديانج استلم بعد خط وسط الاهلي ب10 امتار، بص يمين ما لقاش حد، بص شمال ما لقاش حد، قال لك اتكل على الله، وراح حاطط على كتافه توب عنترة، وراح واخد الكورة وشارخ. اول واحد خلاص انت في ظهري، تاني واحد راح كده وخده في ظهري، تالت واحد في ظهره، رابع واحد، خامس واحد راح معدي وسطهم زي السهم، طالع له الجول ببطن رجله في البعيد. الله على الاجوال العظمة يا ديانج، الله على الاجوان اللي بتمشي فيها 50 متر بثقة وبجدارة وبامتياز، ما شاء الله. لكن برضو المباراة أكدت إن إحنا أكتر فريق في العالم بيضيع فرص سهلة، ومفيش حد ما ضيعش النهاردة. أكترهم الشحات، حسين الشحات لوحده 5 فرص، تخيل 5 فرص، منهم فرص وهو على مسافة 5 ياردات و4 ياردات بالجول، ومنهم فرص وهو منفرد بالجول، ومنهم فرص اتشانكل وبقت بينالتي وما اتحسبش. شريف ضيع، عبد القادر ضيع، السولية ضيع، قفشة ضيع، معلول الكرة طلعت من على الخط بمعجزة ازاي، كله ضيع. والنقطة دي محتاجين فيها شغل كتير، لأن حرام. النهاردة حسين الشحات لوحده كان يقدر يتصدر هداف الدوري لوحده لو جاب الفرص اللي جاب. إنما ايه الجانب الإيجابي في اللي يزعلنا، ان دي في فرص بتضيع؟ الجانب الإيجابي ان النادي الأهلي أكتر فريق في مصر ويمكن في أفريقيا بيخلق فرص، أكتر فريق بيخترق الدفاعات حتى لو متحصنة. طالما انت بتلعب صح، طالما بتلعب بجدية، هتخترق أي دفاع، لأن من فضل الله ربنا على طيلك أعلى عدد من المهاريين في أي فريق في مصر. عبد القادر في الشوط الثاني عبارة عن سكينة في الجاتوه، اي لاعب بيواجهه خلاص مفيش، واذا ما كانش يتشد من الفانيلا، واذا ما كانش يتمسك من هنا ومن هنا. الله اكبر على الاهلي. ومع ان 2-0 نتيجة كويسة الحمد لله، 30 نقطة في صدارة الدوري قبل ما نلعب المصري ان شاء الله. وان شاء الله لما نلعب المصري ان شاء الله محمد طاهر يرجع، محمد عبد المنعم يرجع، حمدي فتحي يرجع، الصفقات الجديدة تدخل ان شاء الله، من اول محمد الضاوي، كريستو التونسي، ونشوف خالد عبد الفتاح الباك اليمين، ونشوف كمان عزيز غانا معاهم. لكن غاب الحكام الاجانب وجاء الحكام المصريين بيتعاملوا معانا كاعداء. قلت لكم المساعد اللي اسمه عمر فتحي في الشوط الاول حسب على الاهلي 4 تسللات كلها على محمد شريف، 3 منهم مفيش اي تسلل، 3 مفيش اي تسلل، بيبوظ لك الهجمات بشكل سريع، ما يديكش فرصة ان يبقى عندك هجمة. 3 مرات تسلل غلط على شريف، وحسب على الاهلي ناحيته 4 فاولات، هو اللي واخد القرار والبنا ماشي وراه. قلت ده لاين مان عبيط، وفي الشوط الثاني العبط ده هيبقى على انبي، وهيرفع على انبي كذا اوفسايد غلط، وهيحسب عليهم كذا فاول غلط، ما هو عبيط بقى. واتفرج على الشوط الثاني والاقي ولا تسلل على انبي. وفي الدقيقه 74 يا ريت لو عندك وقت هات الدقيقه 74 من الشوط الثاني، هتلاقي تسلل فاضح على انبي ما ترفعش فيه الراي. يعني لو راح جاب جول كان الجول هيتحسب وبعدين يتلغى، لان كان هيبان حتى وائل فرحان ما كانش يقدر يخبي التسلل اللي فيه، انما هو ما رفعش.
ولا فاول اتحسب ناحيته لصالح النادي الاهلي برايه منه. شيء مقزز الحقيقه، شيء مقزز جدا. بس يعني شوف بقول لك ايه، البنا ما حسب لناش بينالتي للشحات، وحسب علينا فاولات الهمز واللمز على الاهلي بيتحسب، وبينما الاهلي الفاولات ما يتحسبلوش غير الفاول الجبار، لكن سنة معقول عن اللي اسمه عمر فتحي، وكله معقول عن الفيديو اللي قاعد هيموت ضد النادي الاهلي. الحاجات الصغيرة دي على فكرة بتقلب الماتشات، تقلب. اول تخيل لو اتحسب عليك بينالتي في الدقيقة 7 واتأخرت 1-0 قدام انبي، ماتش هيتقلب. شفت بقى؟ عشان ما تقوليش تتكلمش عن التحكيم، لا التحكيم اساسي. اديني حقي بس وسيبني انا، اديني حقي انا، العب حلو العب وحش اضيع 100 جول، اديني حقي. ده اللي بنقول عليه. من الحاجات الجميلة قوي قوي للاهلي النهاردة ان دي ثالث مباراة على التوالي والشبكة نظيفة. ثالث مباراة بتتعادل مع سيراميكا 0-0، وبعدين بتكسب بيراميدز 3-0، وبعدين بتكسب انبي 2-0. انما النهارده محمد الشناوي ما عندوش ولا اختبار في 90 دقيقة. الشوطة الوحيدة اللي اتشاطت عليه ومسكها كانت سهلة في المكان اللي واقف فيه، ما يعتبرش انقاذ. مفيش انفراد طلع علشان يصده، مفيش، الحمد لله مفيش انفرادات، مفيش تسديدات من بعيد، مفيش اختبارات هوائية مرتين طلع وبلعب الكرة بالبوكس بعيد. انما بنبه تاني وامانة عليكم، ركزوا في التنبيه ده، وصلوه للشناوي واللاعبين والمدربين في الضربات الركنية اللي ضد النادي الاهلي. بلاش لاعيبة النادي الاهلي تقف كلها في منطقة مرمى النادي الاهلي، لان بيقفلوا على الشناوي، بيخلوا الشناوي مش قادر يتحرك. لما يدخل في جول هيبقى العيب مش الشناوي، زي ما حصل في ماتش اللي قبل كده، ماتش سموحة ولا ماتش فاركو. الكورنر اللي اتلعب لازم تبعدوا عنه في ضربات المرمى. مبروك للاهلي وطاب مساءكم.